السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم مجددا في قناتكم مطبخ منيا. غادي نشارك معكم الشباكيه بطريقه سهله. هاد الطريقه معتمده عندي وبدون تعقيدات، ناجحه 100% وسهله للمبتدئات. كتجي لذيذه بزاف وهشيشه ومجعبه، ما فيهاش كثره المقادير. كنتمنى هاد الفيديو يعجبكم وينال الرضا ديالكم، وما تنساونيش بالتشجيعات ديالكم ولي كومونتير ديالكم اللي مهمين بالنسبه ليا وكيحفزوني اكثر. وشكرا لكم على المتابعه. كما كتلاحظوا هنايا راني قسمت معكم وحده كتجي شاربه العسل البنات وهشيشه بزاف. هاد الوصفه كتستحق التجربه، فكنتمنى تجربوها. بقاو مع المقادير والطريقه نتاع التحضير. بسم الله على بركة الله. هنا غادي نحتاجو كاس تاع الزيت، ربع كاس نتاع الماء الزهر. كما كتلاحظوا انا ما كثرتش الماء الزهر لان كيهشش بزاف الشباكيه. آه كاس نتاع الزبده مذابه. هنا جلجله حمرته وكذلك طحنته، كنرجعوه على شكل بودر ونغربلوه باش ما يقطعناش الورقه. كذلك اللوز حتى هو نطحنوه ونغربلوه. هنا البنات كيبقى لكم الاختيار. اللوز تقدروا تستغناو عليه وديروا كاس ونصف نتاع جلجلان. هنا البسباس حتى هو حمرته وطحنته معلقه كبيره، شويه نتاع الملحه، معلقه صغيره نتاع القرفه، كذلك معلقه نتاع حبه حلاوه حتى هي حمرتها وطحنتها. كاملين نغربلوهم. وهنا واحد الخميره نتاع الحلويات. بالنسبة للعجين غادي نعجنوه بنص كاس تاع الخل مع الماء. هنا بالنسبة للفرينة فعندي أو الدقيق الأبيض عندي كيلو. فأول حاجة غادي نديرو الزبدة، كذلك كاس تاع الزيت، الملح لتصحيح الذوق. غادي نخلطو الدقيق ديالنا مزيان، نحاولو ندخلو فيه ديك الزيت والزبدة بحال نبسبسوه. غادي نزيدو باقي المكونات. هنا اللوز كما كتشوفوا فانا غربلته، كذلك جلجلان، معلقه نتاع حبه حلاوه، كذلك معلقه نتاع النافع، معلقه صغيره نتاع القرفه. غادي نضيف واحد القبصه نتاع الخماره نتاع الخبز وتقدروا تستغناو عليها، كذلك واحد الربع نتاع المسكه الحره. هنايا كنت طحنتها. كما قلت لكم هادو اضافات، فالمقادير اللي قدمتهم لكم الاولين هما اللي ما تستغناوش عليهم. هنا كما كتلاحظوا زدت هذيك الخماره. غادي نخلط مزيان الخليط ديالي تيتجانس هذوك المكونات كاملين مع الدقيق ديالنا كما كتشاهدوا في الصوره. فتبقاو تدخلوا هذوك المقادير. هنا غادي نزيدو الربع نتاع الكاس تاع الزهر في الاخير، وغادي نخلطوا الخل مع الماء. هنا تقدروا ديروا البنات زعفران شعره، انا ما كانش عندي ما استعملتوش، وتقدروا ديروا هذيك ضامه نتاع زعفران شعره، يبقى لكم الاختيار. فانا عجنته غير بالماء والخل. بالنسبه للعجينه فهي كتكون شويه قاصحه. من الاول ما تجريوش، تبقاو تضيفوا غير بشويه الماء. كما غتلاحظوا معايا كنبقى نخوي غير بشويه باش ما يجراليش الخليط. نحصل على واحد العجينه تكون شويه قاصحه، ما تكونش مطلوقه بزاف. فانا هنا جمعتها. غادي ندلكها شويه، ندلكوها واحد 5 دقائق هكاك ضروري باش يتجانسوا المكونات. فهذا هو القوام نتاع العجينه ديالي. غادي نديروها في واحد البلاستيك ونخليوها واحد 5 دقائق.
بالنسبة اللي ما عندهاش اللي يخدم معها الشباكية أو يعاونها، من الأحسن ما ديرش حتى ديك القبصة نتاع الخمارة باش ما تخمرلهاش الشباكية. هنا نقسموا العجينة ونديروها كويرات هكا، ونخليوها ترتاح واحد 5 دقائق، عاد نبداو نسرحوا فيها. هنا سرحت هذوك الكرات، نبقاو نسرحوا بهذه الطريقة. كما كتلاحظوا العجينة فهي مطلوقة، وغادي نديروها نتنيوها بهذه الطريقة، نشكلوها هكا ونخليوها ترتاح شويه. هنايا بلا ما كملنا كلشي دوك الكويرات ونخدموها. المهم خاصنا نطلقوها، نديروها بهذا الشكل هكا، نجمعوها باش تجينا سهله من نكونوا نطلقوا فيها. هنا صافي، بعد ما كملت كلشي غادي نسرح العجينه. هنا تقدروا ما ديروش الماكينه البنات، انا استعملتها كانت عندي، واللي ما عندهاش ما تقدر ما تستعملهاش، غير هكا وتبقى ترقق تحصل على داك السمك الرقيق، عاد تشرطي. فانا طلقت شي 2 نتاع ولا 3، عاد نبدي نفوت في الماكينه. كما كتلاحظي فهي ساهله، كتهود بالمدلك، ما تحتاجش يعني بيك المجهود. كتقطعيها هكا ملي تكون طويله باش ما تعذبكش في الماشينه. فهذا هو السمك ديال العجينه. هنايا في الجوانب غادي نقطعوه هكا بالجراره. بالنسبه لهذيك العجينه التي نحيدوها بالاطراف نديروها في بلاستيك باش ما تنشفناش، وغادي نبداو نشكلو في الشباكيه ديالنا. غنديروا الاشرطه 1 2 3 4 5 نقطعوا فيه، 1 2 3 4 5 نقطعوا فيه. كما كتلاحظوا فالطريقه جد سهله. كنديروا 4 والخامس كنقطعوا ديريكت. هنا في هذه كانت صغيره فدرت غير 3، وغادي تشوفوا الطريقه. هنا كنقلعوا كما قلت لكم الزياده باش تجينا مقاده الشباكيه ديالنا. فغادي نبداو نشبكوا. هنا عندنا 5 الاشرطه كما قلت لكم. غادي نحطوا الثالث فوق الاول والاخر نقلبوه عليهم. كنحصلوا على هاد الوريده، كنجبدوا شويه هكا. هنا تقدروا تنقصوا هذوك القناته البنات. غادي نعاود معاكم. فالطريقه جد سهله. كما قلت لكم البنات، الشريط الثالث يولي على الاول والاخر ينقلب عليهم. المهم الصوره راها كتوضح كل شيء، وانا درت معكم بزاف باش يبان لكم. فناخذ واحد العجينه اخرى كنسرحها، كنفوتها في الماكينه وكنقد لها الجوانب هكا بهذه الطريقه. هذوك الزوائد كاملين البنات نديروهم في الميكا ونخليوهم. كما كتلاحظوا فانا كندير 4 الاشرطه والخامس كنقطع فيه. لاحظوا هنا البنات بالنسبه للاشرطه فانا خديت الثالث درته فوق الاول والاخير قلبته عليهم. المهم نتوما لاحظوا في الصوره مزيان باش تقدروا، ومن ديروا الورده البنات حطوه في الارض وجبدوا مزيان باش تشكل عندكم. فهنا انا كنصور اختي كدير الورده خفيفه والشرح ديالها باين، فنتمنى نكون شرحت لكم مزيان. فعاودت معكم بزاف المحاولات باش تشوفوا مزيان الورده كيفاش كنديروا لها. من بعد ما كملت التشكيله ديالي كامله العجين، ديروا البنات البلاطو وديروا هذيك الشباكيه ديالكم وتغطيوها بواحد المنديل. انا من فيها شويه تاع الخميره غادي نبدي دابا نقليها. نتوما الا كنتو ما درتوهاش تقدروا حتى الغدا ليه وتقليوها. هنا بالنسبه للزيت ضروري يكون عندكم بزاف، تخليوها تسخن. كذلك العسل كما لاحظتوا راني درتو في الفيديو اللي كان قبل، فهو كيجي جد رائع.
ما تخليوهاش البنات تسخن بزاف. هنا كما كتلاحظوا فهي مازال باش ما تختفلكمش، مازال ما سخنت مزيان. كنحطوا فيها ديك الشباكيه وكنقصوا لها على نار متوسطه باش تاخد حقها في الطياب. كما كتلاحظوا كتبقى الشباكيه طلع الفوق، ما عادش تبقى لتحت غير من الزيت ما سخوناش بزاف. هنا من بعد كتلاحظوا راه كلها طلعت الفوق. غادي نبقاو نشوفوا الا بانت لنا ولا داك اللون مذهب، نقلبوا واحد الفرشيطه ولا معلقه. هي كتجي كلها تقريبا ملي تكون الزيت بزاف كتجي كلها طيب في خطره، كتسهل علينا. كنقلبوها قلبه وحده وصافي كيذهب بالجهه التحتانيه كنحيدوها. الطريقه ديالها جد سهله. هنا كما تلاحظوا فانا حصلت على هذاك اللون. هنا غير الاضاءه البنات، انا خدمت هاد الشباكيه في الليل فكنعتذر الا ما بان لكمش مزيان. هنا هاد اللون ديالها كان مذهب، صافي كنصفيو وكنحطو في العسل. اما تخليوش البنات الزيت سخون، كيتبان لكم الزيت سخنت بزاف نقصوا البوطه ديالكم باش الشباكيه ما تحرق لكمش. هنا كندخلوا هذيك الشباكيه ما تخافوش بها، راه ما تهرش، غير بشويه كتدخلوها لذاك العسل. ومره مره تزيدوا فيها العسل البارده لان هي كتسخن. الشباكيه ملي تكون سخونه كتسخن لنا العسل. فانا ما حطيتش العسل مره واحده، كنبقى نزيد كل ما ندير شي مقله نحطها كنبقى نزيد فيها العسل بارده. غادي نستمر هكا نقلي معكم المره الثانيه. كما كتلاحظوا هنا الزيت مي كانت عندي سخونه بزاف، شوفوا كي اي كنحط فيها الشباكيه كتطلع الفوق. هكا راني نقصت شويه البوطه باش تاخد حقها في الطياب. كنقلبوا كتجي كما قلت لكم في خطره كتجي حمراء. كنقلبوا في خطره. فالطريقه جد سهله، كنتمنى نكون شرحت لكم مزيان في الفيديو. غنجيبو بالنسبه للجلجلان هنا كنت حمرت في الاول من طحنته وخليت واحد الكميه اللي نرشها به. تقدروا ترشوا باللوز، تقدروا البنات المهم كيما بغيتو، كيبقى لكم الاختيار. كنصفيو هنا في واحد الشبكه ولا كسكاس، كنديروا تحته واحد الباسينه ولا طنجره ولا باش يهود لنا داك العسل. كنستمر هكا حتى نكمل هذيك الكميه اللي عندي. من الأحسن كل ما تقلعوا البنات واحد المقلة كتبقاو ترشوا فاش كتكون الشباكية يلاه معسلة فكيلصق فيها جلجلان مزيان. الأحسن تبقاو تقلعوا وترشوا في نفس الوقت. فهنا كملت الكمية كاملة. كيلو نتاع الدقيق عطاني هاد الكمية. الشبكة البنات راه عامرة غير ما كتبانش في التصوير، كتجي زوينة بزاف. كما كتلاحظوا الوردة ديالها كتجي زينة مجعبة، هي كتبان لكم البنات بلا محلولة وفيها العسل، كتجي هشيشة بزاف. فنتمنى تعجبكم وتنال الرضا ديالكم وتجربوها. غادي نحل معكم وحده وغادي تشوفوا النتيجة ديالها رائعة. داخله البنات معسله وكتجي هشيشه. صراحه كتجي رائعه لا في المنظر ولا في المذاق، كتجي راقيه. فنتمنى تجربوها، انا متاكده الا جربتوها غادي تعجبكم وغادي تولي معتمده عندكم. هكا وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا على المتابعه ودمتم في رعايه الله وحفظه. ما تنسونيش بلي لايك طبعا والتعاليق ديالكم فهما كيسروني. الا وصلتي اختي هنايا فوضعي لي واحد لي لايك وكذلك الكومنتير نتشرف به. وشكرا دائما على المشاهدة. دمتم في رعاية الله وحفظه.